سلام الله عليكم أحبتي الغاليين. إن الله سبحانه وتعالى دوما يزرع الخير والعطاء والسلام للإنسان، وهو الإنسان هو من يختار. كن على يقين وثقة بأنه سينير ما أطفأه الناس بداخلك، ويعيد لك تلك الروح الجميلة، ويعطيك عطاء لا حزن بعده. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. ذكر عن السيد المسيح عليه السلام من العهد القديم في كتاب سفر الأمثال، فيقول: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. أحبتي الغاليين، في كل يوم وكل ساعة نصادف أشخاص لا يمتلكون الإدراك والمعرفة، أو هم في الحقيقة يتغاضون عنها، يتسببون لنا في المشاكل، ويعارضون لنا المواقف والحياة اليومية. ابتعدوا عن هؤلاء الأشخاص، لا خلاص منهم ولا نجاة. لنكن على ثقة بأن الله غفور رحيم، لنكن على ثقة بأنفسنا من خلال الثقة بالله سبحانه وتعالى، لنبتعد عن مسيئي الفهم وأصحاب الظنون العاطلة. إن الله عزيز حكيم. أحبتي الغاليين، لنصلي وندعو ونقرأ كل شيء، ونتعلم كل شيء. كل شيء في هذه الحياة جميل. لنصلي دوما لراحة النفس وراحة الآخرين. الصلاة والقراءة والثقة بالله سبحانه وتعالى خلاص ونجاة من هذه الدنيا الفانية.